كل اللحوم المصنعة والمعالجة هي من أخطر الأكلات اللي ممكن تاكلها، لأنه ثبت علميا في أبحاث كتير جدا، والأبحاث دي موجودة من زمان، إن الأنواع دي من اللحوم ربنا يعافينا هي مدخل لأنواع كتير من السرطانات، ناهيك طبعا عن مشاكل القلب ومشاكل الأوعية الدموية ومشاكل الضغط اللي بتسببها هذه اللحوم. طبعا اللحوم دي في ناس كتير يعني فيها شيء من الادمان كده، يعني في حد بيحب ان هو مثلا لما ياكل مثلا برجر لازم ياكل برجر يحط عليه مثلا بيكن، او لو هياخد مثلا عايز ياكل بيتزا بيحب البيتزا بالبيبروني. بس فعلا اللحوم المعالجه المصنعه دي هي اخطر حاجه تدخلها جسمك. وانا يعني فعلا اتمنى ان كل شخص بيسمعني يمنع استخدام هذه اللحوم تماما، لنفسه ولأسرته. ولو عندك أولاد أو عندك أولاد ما تعوديش ولادك إن هم ياكلوا اللانشون واللحوم المصنعة والسوسيس والحاجات اللي زي كده. البدائل الطبيعية موجودة، اللحوم الطبيعية. عايز تعمل برجر تعمل برجر بلحم طبيعي، عايز تعمل حاجة في البيت تعملها بلحوم طبيعية مفيش عليها مواد حافظة، ما تمش دخول معالجة وحاجات فيها مواد مصنعة، لأنه للأسف دي من أكتر الحاجات اللي بتضر الصحة.